بسنة 1999 عدنان عبد العزيز ولد عمره ما كيتعدى 17 سنة، مسلم من أصول باكستانية، غيتم اعتقاله بتهمة القتل من الدرجة الأولى وغيتحكم عليه بالسجن مدى الحياة. ولكن إلا كان كيصحاب ديال القصة حبيت غير حدنا فراك غلط. قصتنا كتبدا بيوم 9 فبراير عام 1999 مدينة بالتيمور مع واحد السيد سميتو ألونزو سيليرس. ألونزو داك النهار كان راجع من الخدمة للدار وهو سايق حس براسو باغي يدخل للطواليت، فوقف الطوموبيل حدا واحد المنتزه سميتو ليكين بارك وتمشى واحد المسافة بسيطة لداخل باش ما يشوفو حتى واحد. ولكن ملي وقف باش يقضي حاجتو بانت له شي لعبة ماشي هي هذيك، شي حاجة كتشبه للشعر ديال بنادم. ألونزو حاول يعرف شنو كاين تما، شنو داكشي اللي كان خارج، وقبل ما يدير أي حركة بانت له رجل نتاع بنادم خارجة من تحت الأرض. هنا ألونزو خاف على راسو وصونا على البوليس، وما هي إلا دقايق قليلة حتى ولا المنتزه عامر بهم. هاد اللي كاين بارك مشهور بكمية الجثث اللي كيلقاو فيه، حيت أي واحد كيبغي ينتحر ولا يخبع شي جثة كيديرها تماك. فمسألة أنهم يلقاو جثة أخرى تما ما كانتش شي حاجة غريبة بالنسبة ليهم. التحقيقات الأولى بينات بلي الضحية ماتت مخنوقة وشي واحد اللي قتلها ماشي هي اللي شنقات راسها، وهذا الشيء راجع لمسرح الجريمة اللي ما كان فيه حتى أثر كيدل على أن الضحية انتحرات. ولكن ماشي غير هاد الشيء اللي كان ناقص، الموقع ما كان فيه لا بصمات لا ADN أسلحة الجريمة. هادشي اللي خلى المحققين يحطوا ألونزو في دائرة الاشتباه، وما كانش هذا هو السبب الوحيد اللي خلاهم يشكوا فيه، بل مسألة أن ألونزو قطع ديك المسافة كاملة وسط الغابة غير باش يقضي حاجته ما كانتش منطقية نهائيا، حيت هاد خونا ديجا عنده سوابق متعلقة بالتعرية في الأماكن العامة. فكيفاش واحد كان كيحيد حوايجه قدام الناس غيقطع هاد المسافة كاملة وسط الغابة باش حتى حد ما يشوفه هو تقضي حاجته؟ شي حاجة ناقصة في الرواية ديالو. ولكن ملي بداو مع التحقيق وحطوه تحت اختبار كشف الكذب غيتضح باللي الونزو كيقول الحقيقه. وهذا الشيء اللي قلب مجرى التحقيق واحد شويه وخلاهم يبداو يسولوا معارف الضحيه مره اخرى. هاي ميلي بنت من اصول كوريه وبالضبط من كوريا الجنوبيه. عمرها 11 عام جات الولايات المتحده بقرار الام ديالها اللي كانت باغا تقري ولادها وتوفر لهم ظروف معيشيه احسن. ولكن هذا القرار كان رافضه الزوج اللي ما كانش باغي يهاجر برا بلادو، فالام اضطرت تشدي ولادها بجوج معاها وتسافروا برا كوريا. هذا القرار كان بمثابه صدمه للاب اللي ما عاود تسول فيها لا هي ولا ولادو. ولكن واخا هكا كايلي ما اثرش عليها هذا الشيء كاع، بل كملت قرايتها حتى ولات من الاوائل في قسمها. وفي سن 18 سنة قدرت تعيش مع الاختلاف الثقافي وتقنت اللغة الإنجليزية وتمكنت من أنها تهضر بها بكل طلاقة. ب 13 يناير عام 1999 هايلي خرجت من الدار مع جوج ربع العشية، ركبات في الطوموبيل وتوجهت جهة الحضانة باش تجيب بنت عمها وموراها تمشي لخدمتها. هايلي كان خاصها مع 3 وربع تكون وصلت للخدمة، ولكن البنت ما بانتش كاع في الحضانة. هادشي ما كانش عادي بالنسبة لوحدة مسؤولة بحال هايلي. بالتالي الناس اللي في الحضانة صنعوا على عائلة البنت وقالوا لهم اجي دو بنتكم راه هايلي ما جاتش. الأم ضايلي فاش سمعت هاد الهضرة مشات نيشان عند البوليس قد ما تبالغ باللي بنتها مفقودة. وما كملاش 4 السوايع حتى بداو البحث، سولوا كاع الناس اللي كيعرفوها واش كانت معاهم اليوم وامتى شافوها آخر مرة. من بين الناس اللي سولوا كانت صاحبتها سميتها ديبي. ديبي قالت لهم باللي شافت هايلي هابطة بالزربة في الدروج متحمسة وفرحانة، وقالت لها باللي غتلاقى مع البوي فريند ديالها دون. ديبي كتقول باللي هاد دون ما كتعرفوش هي شخصيا، ولكن اللي عارفاه هي ان هايلي تعرفت عليه في المحل ديال النظر فين خدامة، وسالات هضرتها باللي هذه كانت آخر مرة شافتها تقريبا مع ديك 3 د العشية. من داز نهار والبنت باقي ما بان ليها حتى اثر، بداو ينشروا تصاورها في انحاء المدينه وحطوا مكافاه لاي واحد قد يعاونهم ولو بشي معلومه صغيره. والقضيه بقات هكا لمده شهر بلا حتى شي معلومه جديده، حتى لقاها الونزو السيد اللي ذكرنا في الاول القصه. في الاول البوليس ربطوا مقتل هايلي بجريمه اخرى وقعت البنت عمرها 18 سنه بالعام اللي قبل، اي بعام 1998، فين لقاوها مقتوله وبنفس الطريقه مخنوقه بالمنتزه. ولكن هذه النظريه ما طولتش بزاف، وبالضبط فين وصلهم اتصال من شخص مجهول قال لهم بلي الا بغيتو تعرفوا شكون قتل هايلي ركزوا على الاكس ديالها عدنان السيد، ولا بغيتو تزيدوا تاكدوا اكثر سولوا ياسير. هاد ياسير هو صاحب عدنان من الجامع، يعني ما كانش كيقرا معاه ولا كيعرفوا في المدرسه. طبعا لحد الان الهويه ديال المتصل باقي ما معروفاش، ولكن واخا هكاك في ذاك الوقت هاد لابيل كانت بمثابه راس الخيط للمحققين، وبالزربه غادي يبداو يقلبوا في الخلفيه نتاع عدنان. عدنان السيد عبد العزيز هو مسلم امريكي من اصول باكستانيه، في عمره 17 سنه، ولد اجتماعي ومحبوب من عند كاع الناس. كان كيهضر مع كل شيء وكيضحك مع اي واحد، وبحال هايلي تا هو كان سينيور لعب الريكبي مع فرقه الليسي وتربى وسط عائله محافظه بحكم ان الام والاب ديالو تا هما مسلمين. ولكن هذا الشيء ما منعوش من انه يتعاشر مع هايلي، وبحكم انهم كانوا عارفين بلي العائلات بجوج غادي يرفضوا هذا الموضوع بسبب الاختلاف الثقافي الاختلاف الديني وحتى الاجتماعي. العلاقه ما بين هاد الجوج بقات مخفيه على والديهم. وبرغم هاد المجهودات كاملين اللي كانوا دايرين، عدنان وهايلي غيتفارقوا في الاخر ديال شهر 12 بعام 1998 ومع بداية السنة الجديدة، وبالضبط في النهار الأول من شهر يناير عام 1999 هايلي غادي تولي مع دون. ولكن البوليس غادي يتجاهلوا دون، ما غاديش يحققوا معاه بزاف،
وبداو التحقيق في مساله عدنان، حيت قالوا ربما يكون قتلها بدافع الغيره او لا حيت خلاته، واعتبروا بلي الجريمه كانت جريمه شرف. يعني هما هكا كانوا كيتصوروا الموضوع بحكم ان عدنان مسلم. وباش يقطعوا الشك باليقين رجعوا لتسجيل المكالمات ديال عدنان باش يحددوا المنطقه اللي كان فيها بيوم وقت الهايلي، ولقاو 13 لابيل منهم جوج مع السبعة د العشيه. طبعا السبعة د العشيه كانت هي الساعه اللي حددوها كوقت تقريبي فين تدفنات البنت. هاد الجوج ديال المكالمات كانوا قراب من المنتزه ديال ليكين بارك، وبحال زادوا تبتوا عليه التهمه، بالاضافه انهم مشاو يحققوا مع الناس اللي هضر معاهم داك النهار في التليفون. ومن بين هاد الناس كان جاي صاحب عدنان. بداو البوليس التحقيق معاه، وكان في الاول كنكر معرفتو بالقضيه، قال لهم باللي صونيت على عدنان غير باش نطلب منه يوصلني للمول، حيت بغيت نشري كادو لصاحبتي ستيفاني بمناسبه لانيف ديالها اللي كانت قريبه. ولكن عدنان بان ليا كان مشغول داك النهار، وقال لي خذ طوموبيلتي مع التليفون ودير داك الشيء اللي باغي دير، ولا بغيتك راه غنصوني عليك من التليفون ديال شي واحد اخر. طبعا عدنان خلى له التليفون حيت جاي ما كانش عنده تليفون بوقتها. البوليس غادي يرجعوا يحققوا مع جاي اكثر من مره، وبداو يضغطوا عليه حتى في الاخر بدل الروايه ديالو. قال لهم باللي عدنان هو اللي قتل هايلي حيت كان كيبغيها بزاف وخلاتو، وكان ديما تيقول لي غادي نقتلها، ولكن ما عمري توقعتو يديرها. في يوم 13 يناير صونا عليا عدنان وقال لي نتلاقاه باش نعطيه التليفون والطوموبيل. ولكن الحاجه اللي فاجاتني هو ملي طلب مني كميه كبيره ديال الحشيش وقال لي غادي يشريها من عندي. ملي وصلت لقيت عدنان واقف على واحد الطوموبيل ما عرفتهاش في الاول. نزلت وجيت لعندو وحل لي الكفر ديال هاد الطوموبيل اللي كانت فيه الجثه ديال هايلي. قال لي باللي قتلتها وما عرفتش دابا شنو غندير، وطلب مني نعاونو ندفنها ولا غادي يمشي يقول للبوليس باللي كنبيع الحشيش وغادي نتشد في الحبس حياتي كامله. جاي قال لهم باللي هنا هو فريمون كان خايف على راسو، وبدا يفكر باللي هو بصح كيبيع الحشيش وعنده كميه كبيره مخبعه في بيت جداتو اللي الا لقاوها البوليس ما غادي يعاود يشوف الطوله هو ولا جداتو مره اخرى. فما لقى حتى حل اخر قدامه، ووافق انه يعاونو غير في الحفير، وما غاديش يقرب كاع من الجثه ولا يقيسها، حيت من الفوق ما كيبيع هو من ذوي البشرة السوداء. يعني ولاو يلقاو غير البصمه ديالو على الجثه 100% غيقولوا باللي هو اللي قتلها، وبالنسبه ليهم غادي يكون فريسه سهله وبالزربه غادي يلبقوا له التهمه. فعدنان جاوبوا بواخا، عاوني انت غير في الحفير وانا غادي نتكلف بالجثه. هاد اللحظه الدراري بجوج تفارقوا مور ما اتفقوا باللي غيتلاقاو مع السبعة د العشيه مور ما يطيح الظلام في ليكين بارك باش يحفروا ويدفنوا الجثه. باي ذا واي الروايه ديال الجيت تبدلت اكثر من مره، تقريبا شي 4 د المرات بدل الاقوال وفي شي نقاط غادي نرجعوا ليهم من بعد. مور الهضره ديال الجاي مع البوليس تاكدوا 100% باللي عدنان هو القاتل. طبعا من الحوايج اللي اعتمدوهم الشرطه باش يثبتوا التهمه على عدنان كانوا 4 د الحوايج. الاولى هي المكالمه المجهوله، الثانيه هو السجل ديال المكالمات اللي حددوا به الموقع ديال عدنان، الثالثه كانت الشهاده ديال صاحبو الجاي ضدو، اما الرابعه فكانت الدافع ديال عدنان. يعني هو كان اكثر واحد عنده الدافع باش يقتل هايلي، واللي كان هو الغيره. فغادي يلقاو عليه القبض بيوم 28 فبراير، ووجهوا ليه تهمات القتل من الدرجه الاولى زائد الخطف، وتحاكم كشخص بالغ السن القانوني برغم انه كان باقي قصير. المحكمه غادي تحكم عليه بالسجن مدى الحياه زائد 30 سنه اضافيه. اما الجاي فحكموا عليه بعامين تحت المراقبه. قبل ما نكمل القصه حيت باقي مسالات بغيت نسولكم، نظركم واش عندنا السيد هو اللي قتل هايلي ولا غير تشد مظلوم؟ كنظن باللي اغلبيتكم غيقولوا باللي عدنان هو القاتل حيت الادله كامله كانت ضده. ولكن الاحداث اللي غنقول لكم دابا واللي كانت هي السبب باش تخلي هذه القضيه تفرقع في الميديا تقدر تبدل الراي ديالكم. عدنان واخا تحكم عليه بالمؤبد بقى محافظ على براءته ونكر كاع التهم اللي توجهت ليه. دار عند والديه اللي كانوا وسط المحكمه هو تيقول لهم باللي راه بريء وغادي يخرج. قدم الاستئناف بعام 2003 وترفض، ولكن في خلال هذه الفتره اللي كان مشدود فيها غادي تبان شخصيه جديده في القصه سميتها اسيا ماكلين. ملي تبعت القضيه وعرفت بلي المحققين حددوا وقت الوفاه ديال هايلي ما بين 2 و40 دقيقه حتى 3 د العشيه، تفكرت باللي شافت عدنان في نفس هذا الوقت وتحديدا مع 2 و42 دقيقه بالمكتبه وهضرات معاه، فمستحيل يكون هو اللي قتلها. بالتالي ماكلين حاولت تواصل معاه وسطات ليه الرسالة وهو في الحبس، ولكن كاع ما جاوبها. حاولت تواصل معاه مرة أخرى وتلقات نفس الرد، ولكن بالمرة الثالثة صيفطت الرسالة للمحامية ديالو الأولى كريستينا، واخا هكاك حتى حد ما كان كيجاوبها. فماكلين قالت واقيلا الشهادة ديالي ماشي مهمة، وبالضبط ملي صونات على مكتب المدعي ديال القضية وقالت له باللي أنا شفت عدنان في المكتبة مع 42 دقيقة، وقال لها باللي شهادتك ما عندها حتى علاقة بالقضية. اللي غادي يبان من بعد هو ان هاد الحركه اللي دارت المحاميه كريستينا كان اكبر غلط دارته في حياتها، وكلشي ناض كينتقدها في كيفاش هملت شهيده مهمه في القضيه واللي كانت شهادتها غتبدل الحكم كامل. كريستينا باش تدافع على راسها قالت لهم باللي انا هاد الحركه درتها لمصلحه عدنان، حيت الوجود ديالو في المكتبه بهذا الوقت كيعارض الروتين ديالو، فغيكون من غير المنطقي انه يتواجد بالمكتبه. طبعا ماكلين فوقاش بانت للعلن وتعرفات هاد الشهيده المفقوده كان بعام 2014 ملي سمعت بودكاست سميتو سيريال كيهضر على هاد القضيه،
وهذا البودكاست هو اللي شار قضية عدنان وخلاها تولي عالمية، لدرجة أنه أكثر من 340 مليون واحد تيليشارجا هذا البودكاست. وهذا البودكاست نيت خلى الناس اللي سمعوا يديروا الخدمة ديال المحققين وبداو يحلوا الخيوط ديال هذه الجريمة. فكل واحد كان عنده رأي مختلف ونظرية ما كتشبه الأخرى، ولكن نقدروا هاد الآراء كاملين نقسموهم في شكل مجموعات وغنذكرهم لكم في الآخر ديال القصة. المهم هذا البودكاست من تقديم سارة كوينغ، والصراحة عرفت بالقضية بسبب ربيعة الشودري. ربيعة هي أخت صاحب عدنان، وكانت من أكثر الناس اللي كيدافعوا عليه ومآمنين ببراءته. فبالتالي مشات هضرات مع سارة عليه، وسارة شدات الموضوع هي والتيم ديالها وبداو يقلبوا في هذا الموضوع لمدة شي 3 شهور ولا أكثر. حاولت تلاقاو تهضر مع كاع الناس اللي مرتبطين بالقضية، وحطات البودكاست على شكل حلقات. سارة كانت كتقول بلي هذه القضية غريبة بزاف، حيت اتهموا فيها شخص بالقتل وتحكم عليه بالسجن مدى الحياة بلا حتى شي دليل مادي. يعني لا أضئن لا بصمات ولا حتى حاجة كتثبت عليه التهمة، من غير دليل واحد واللي هي قصة جاي واللي كان بإمكانه يكذب. طبعا كما قلت لكم في الاول، هايلي ما كان عليها حتى بصمه ولا حمض نووي، لا هي ولا طوموبيلتها، من غير بصمه واحده لقاوها على المرايه ديال الطوموبيل واللي ما كانتش كاع ديال عدنان. وحتى ساره بينات في البودكاست بلي المحققين كانوا معتمدين في التحقيق على الخلفيه ديال عدنان اكثر من الادله، بحكم انه مسلم وغيكون متعصب وعنيف بسبب البروباغندا اللي كينشروها على الاسلام. واخا ما عمرهم تبتوا عليه باللي شي نهار تعامل مع هايلي بعنف. ماكلين ملي سمعت اول حلقه من هذا البودكاست عرفت باللي شهادتها كانت مهمه، فما ضيعتش الوقت وتواصلت مع ساره وقالت لها باللي شافت عندنا في المكتبه بوقت وفاه هايلي. وهذا كان هو السبب اللي خلى البودكاست يتشار، حيت بين شهيده مهمه في القضيه كانت شهادتها قاده انها تغير مجرى التحقيق بشكل كبير. فغيبان ماكلين المحامين عندنا رفعوا استئناف جديد، ولكن لقاو واحد المشكل، هو ان السجل ديال المكالمات اللي بين باللي عندنا كان قريب للمنتزه بوقت دفن هايلي كيتعارض مع الشهاده ديال ماكلين اللي كتقول باللي شافته في وقت الجريمه في المكتبه. ولكن ملي رجعوا لوثائق شركه الاتصالات لقاو واحد الورقه مهمه بزاف كتقول فيها الشركه بلي المكالمات الصادره بوحدها هي اللي يمكن لهم يحددوا بها الموقع بدقه، اما الاتصالات الوارده فغير موثوقه في تحديد الموقع ديال الاتصال. بمعنى اخر المحامين كاع ما كانوا دايرين خدمتهم، كان خاصهم في الاول يطعنوا في هذا الدليل ويشككوا في الصحه ديالو. ومع ذلك الاستئناف اللي قدموه بعام 2014 ترفض حتى هو، وذكر القاضي بلي القرار ديال المحاميه اللي مبينات كاع الشهيده في الاول كان من ضمن الاستراتيجي ديالها. زائد ان الرسائل اللي عطاتها ماكين اللي عندنا في السجن ما كانش فيها اهم حاجه واللي هو الوقت اللي شافته فيه. من غير هذا الشيء والاهم هو تناقض روايات ماكلين مع روايه عدنان في الاول، حيت فاش سولوه وقالوا له شنو درتي ذاك النهار قال لهم ما عقلتش، ولكن حتى هو بدل الاقوال ديالو وقال باللي في ذاك الوقت كان في المكتبه كيتشيكي الايميل. واللي زاد ضر عدنان في هذه المرحله وخلى الاستئناف ديالو يترفض هي الهضره ديال المحامي ديالو في المحكمه. من طلب التخفيض في العقوبه قال باللي هذه الجريمه عاطفيه وعدنان باقي مراهق. هادشي اللي ما عجبش عدنان وهضر بنفسه مع القاضي وقال له انا بريء وكنأكد على براءتي. وبطبيعه الحال مورا هاد الحادثه المحامي ديال عدنان تا هو تبدل وشد هاد القضيه محاميه اخرى سميتها سوزان. سوزان تعاملت بشكل كبير مع البودكاست ديال ساره وشاركت فيه، ورجعت رفعت طلب استئناف تقريبا بعام 2015. وفي نفس العام تم الموافقه على هذا الطلب غير باش يشوفوا واش يقدروا يسمعوا الشهاده ديال ماكلين او لا، ولا يشوفوا واش يقدروا يعاودوا المحاكمه باش يبطلوا هذا الحكم ضد عدنان ولا لا. الجلسة اللي تعقدت جاو ليها ناس أكثر من أنحاء الولايات المتحدة، ومنهم كانت سارة كوينغ المقدمة ديال البودكاست. وما كنين شهدت لأول مرة في المحكمة بلي شافت عدنان بيوم 13 يناير عام 1999 مع الجوج و42 دقيقة في المكتبة العامة بالمدرسة. وب 2016 أخيرا وافق القاضي على إعادة المحاكمة ديال عدنان مرمى بان إهمال المحامية كريستينا في الدفاع عليه. وبعام 2018 ثاني أعلى محكمة بالولاية وافقت على هذا القرار. ولكن بعام 2019 بشهر مارس رفضت المحكمة العليا بالولايات المتحدة القرار ديال هذه المحكمات بجوج، ورجع عندنا مرة أخرى للزيرو. عندنا نبقى هكا في كل مرة كيبان قدامه أمل جديد وكيمشي، لدرجة بعام 2022 لغات القضية بمحكمة دائرة بالتيمور قرار إدانة عدنان. ولكن بعام 2023 ولاو دانوه بالجريمة بحكم أن المحكمة انتهكت حق عائلة الضحية، مور ما قال لهم خوالي باللي وصلهم الإشعار ديال المحاكمة قل من 24 ساعة على جلسة الاستماع اللي طلقوا فيها عدنان. ولكن أخيرا بعام 2025 عدنان تقدم بطلب تخفيف الحكم عوض إسقاط التهم، وهو حاليا برا السجن كيحاول يثبت البراءة ديالو. نرجعوا للبودكاست شويه. في اخر حلقه قالت فيها ساره باللي الشخص الوحيد اللي عارف القاتل ديال هايلي هو عدنان السيد، بمعنى الا كان هو اللي قتلها فراه عارف باللي هو القاتل، ولا كان لا فراه عارف باللي كاين مجرم وسطهم باقي ما شدوه. اما ربيعه الشودري اللي قلت لكم كانت وباقه من الناس اللي مامنه ببراءه عدنان ما وقفتش الدفاع عليه وتعاونت في تنفيذ سلسله وثائقيه مكونه من 4 اجزاء وذكروا فيها شي حوايج جداد في القضيه لاول مره غادي تبان. اول حاجه في التحقيقات الاولى المساعد الرياضي ديال هايلي قال لهم باللي شاف عدنان كيهضر مع هايلي مع 3 بيوم اختفائها قبل الماتش ديالها اللي كان في نفس اليوم.
ولكن مور ما رجعوا للبلانين ديال الماتشات اللي كانوا في ذاك اليوم، اكتشفوا باللي ما كان حتى ماتش أصلًا في ذاك النهار. يعني خونا يا إما غلط أو كان كيكذب. الحاجة الثانية واللي هو دون عشير هايلي جديد. بيوم اختفاء البنت البوليس كانوا كيحاولوا يتواصلوا معاه من لحظة الاختفاء حتى ل1:30 الصباح من اليوم التالي، ولكن ما كانش كيرد عليهم كاع، مع أنه في التحقيق قال لهم باللي كان في البيت من 7 د العشية. أما بالنسبة للموقع ديالو قبل ال7 قال لهم باللي كان في المحل خدام بشهادة المديرة ديالو بهذا الشيء. ولكن الحاجة الغريبة هي أن المديرة كانت الأم ديالو، يعني اللي شهدات له كانت مو، وكان بإمكانها تكذب باش تحمي ولدها. أما الحاجة الثالثة والمهمة هي أن صاحب عدنان جاي من رجعوا التيم السلسلة الوثائقية للتحقيقات معاه وسمعوا السجلات الصوتية ديالو، انتبهوا لمعلومات مهمة تقيدت عليه، وهي أن جاي كان ناوي يشري موتور باغي يبيعو واحد البروف عندهم تماك. جاي كان عنده الإعلان ديال هذا الموتور مكتوب عليه نفس المبلغ ديال المكافأة اللي كانوا حاطين للبوليس، يعني جاي كان في أمس الحاجة لديك 3000 دولار. النقطة الثانية هي أنهم كانوا كيسمعوا دقات خفاف في التسجيلات بوقت التحقيق. فاش كان جاي كيعاود وكيحبس كانوا كيسمعوا دقات خفاف بحال شي واحد كيضرب بالسيلو على الطبلة، وهذا الصوت كان كيبان في وقت ما كان جاي كيحبس الهضره لمدة طويلة، كيرجع يبدل هضرته ولا يعتذر. المهم بحال كان شي واحد كيوجهو شنو يقول. وحاجة أخرى هو أن جاي بعام 2019 بدل هضرته وقال بلي ما شافش الجثة ديال هايلي، وبلي البوليس اللي قالوا ليه يقول هاد الهضرة. نرجعوا للمجموعات اللي قلت لكم في الاول. الناس اللي سمعوا البودكاست انقسموا لجروبات وكل واحد كان كيخرج نظريه جديده على القضيه. المجموعه الاولى قالت باللي عدنان وجاي بجوجهم قتلوا هايلي، ولكن جاي انقلب على عدنان فوق التحقيق. اما المجموعه الثانيه كتقول باللي عدنان هو القاتل وكان باغي يدخل معاه حتى جاي، ولكن هذا الاخر نقدوا الاتصال المجهول. اما المجموعه الثالثه كتقول العكس ديال الهضره تماما، جاي هو القاتل وورط عدنان في الجريمه حيت كان عارف باللي البوليس غادي يشابهوا فيه بسبب ان هايلي خلاته. حتى لهنا نكونوا كملنا قصتنا. ما تنساش تقول لي الرأي ديالك في القضية لتحت، وشنو كتشوف، واش عندنا نفري هو اللي قتل ولا لا؟